السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياسو. النهاردة هنتكلم على أمراض مهمة جدا جدا أعزائي المشاهدين. هنتكلم على كل المشاكل الهرمونات، الناس اللي عندها خلل في الهرمونات. هنتكلم على مشاكل الحيض، وهنتكلم على جميع مشاكل الأعضاء التناسلية ومشاكل الغدة الدرقية والنخامية. برك احنا بنركز لسه على صباع الابهام. احنا عرفنا هنا ان في الراس، برك في وسط صباع الابهام هنا بالظبط في هذه الجزئية الغدة النخامية. الغدة النخامية موجودة في مركز الابهام الجهة الداخلية. بحاول ان انا اضغط عليها، وبالتناوب مع الايد التانية بتحل لي مشاكل اللي احنا قلنا عليها اللي هي خلل الهرمونات. في هذه النقطة بضغط عليها لمدة 5 دقايق إلى 10 دقائق تقريبا، مرتين كل أسبوع. شايفين بالشكل ده؟ والناس اللي عندها خلل في الهرمونات بيلاحظوا ان في زي تيولز او في حبيبات كده، او في زي حاجات عاملة زي الرملة كده موجودة تحت الصابع. فبحاول ان انا افتت هذه الحبيبات، بنحاول ان احنا نفتتها. اوكي، بعمل عملية تثبيت للأنسجة بتاعتها كده اهو. تمام، بالطريقة دي انا بحس ان اهو اتفتتت خلاص هذه الحبيبات. بالشكل دون انا بنشط عندي الهرمونات، وبيحصل ليها عملية توازن. واي مشاكل في الحيض او مشكلة في الاعضاء التناسلية والغدة الدرقية بيتم ان شاء الله العلاج ليها من هذه المنطقة. بعد كده بمسك الصباع التاني بالتناوب، وبركز في النص بالظبط هنا اهو للغدة النخامية. وبعيدها تاني، دي بتعالج اي مشاكل، بتعالج المشاكل الصحية زي كل المشاكل الهرمونية والحيض، وكل مشاكل الاعضاء التناسلية ومشاكل الغدة الدرقية. نسيبكم ونتقابل في حلقة جديدة في العلاج الذاتي حصري مع سعد المصري. للتواصل معايا الرجاء الاتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.